السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك لكل جماهير الأهلي المركز الأول، ولو إن معظم الجماهير بتتفائل بالمركز الثاني. النادي الأهلي لما بيلاعب أي فريق في القارة بيصير المباراة زي ما هو عاوز. النادي الأهلي النهاردة لما حب يجيب جول جاب جول. خلينا أكلمك عن 3 لعيبة مفيش غنى عنهم في النادي الأهلي. أول لاعب من وجهة نظري هو إمام عاشور، ولكن بيكون مؤثر أكتر في الحتة الهجومية. وفي وجود امام عاشور في نص الملعب مع سرعات بيرسي تاو والشحات او رضا سليم، اي نادي يعمل لك حساب وصعب يهاجمك، وده هتشوفه في مباراة الزمالك. وافتكر كلامي ده، غير ان امام عاشور عنده حلول فردية زي المراوغات والتصويب من خارج منطقة الجزاء، وده حاجة مهمة جدا لو الفريق الخصم بيدافع قصادك. تاني لاعب بالنسبة لي هو مروان عطية، وده له دور مهم جدا كديفندر رقم 6. مروان عطية بيفسد أي هجمة وعنده روح ما شاء الله عليه، بيقدم مباريات أكتر من رائعة. ده غير إن علي معلول بياخد حرية الحركة في وجود مروان عطية، لأن مروان بيميل ناحية الشمال دايما في ظهر معلول لما بيتقدم. أما اللاعب الثالث هو معلول، اللي لو اتحرك للأمام بيشكل خطورة كبيرة جدا على مرمى الخصم. دايما علي معلول لما بيتحرك للامام بيروح معاه الشحات، وهو معلول معاه الكوره، الشحات بيقف ودايما معلول بيلعبها له، وزي ما شفنا هدف النهارده في مرمى يانج افريكانز. اتمنى في مباراه الزمالك يوم الجمعه ان شاء الله اللاعيبه تكون فايقه، ده مهم جدا وبيفرقوا مع الاهلي. والف مبروك لجماهير النادي الاهلي المركز الاول، وان شاء الله نفرح بالبطوله. بس الاول عايزين كاس مصر. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش الفيديو السريع وما طولتش عليكم، لكن والله انا ما كنتش اعمل فيديوهات، بس انا عندي نزلة برد والحمد لله رب العالمين. ربنا يشفي كل من كان مريض، وادعوا لنا، وما تنساش تشترك في القناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم.